السلام عليكم. مسؤولون بايدن يفتح صفحة جديدة مع ابن سلمان بمشاركة عسكرية واستخباراتية لمواجهة إيران. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. رصد مسؤولون أمريكيون علامات على تحسن التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد 3 أشهر من وصول العلاقة إلى أدنى مستوى تاريخي بين البلدين. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قولهم إن الإدارة تراجعت عن تهديداتها تجاه السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط العام الماضي من أجل تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة إيران، مؤكدين أن واشنطن تسعى إلى تعزيز التعاون الأمني مع الرياض لمواجهة إيران في 2023. وأوضح المسؤولون للصحيفة أن مسؤولي البلدين يمضون قدما في مشاريع عسكرية واستخباراتية جديدة وجهود حساسة لاحتواء إيران وسط تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي الدولي مع طهران. وفي ديسمبر كانون الأول الماضي عملت إدارة بايدن ومسؤولي السعودية على عرقلة مشروع قانون في الكونغرس كان من شأنه أن يقطعوا الدعم الاستخباراتي المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة للرياض في الحرب في اليمن. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي تبادل البلدان معلومات استخباراتية مفادها أن إيران كانت تستعد لهجوم وشيك على السعودية وطورت ردا متناسق. وأشار المسؤولين إلى أن التعاون العسكري المستمر ساعد في استمرار العلاقة السياسية خلال أشهر من الاضطرابات، وفقا للصحيفة التي ذكرت بأن مقاتلات سعودية رافقت قاذفات أمريكية بعيدة المدى عبر مجال المملكة الجوي الوطني عدة مرات العام الماضي في مناورة أجرتها مع دول أخرى متحالفة مع واشنطن بما في ذلك إسرائيل. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.